لو فاكرين إن الرز المعمر مجرد طبق جانبي يبقى لسه ما لقيتوش الوصفة الصح. النهارده هنعمل مع بعض طاجن رز معمر فلاحي على أصوله، مفلفل واخد وش قشطة يجنن، محشي بكبد الفراخ بتتبيلة سرية هتخلي طعمه في حتة تانية خالص. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم. يلا بينا نعرف طريقة عمل الرز المعمر. جبت طاسة أو حلة مفيش مشكلة خالص، هنزل بمعلقتين سمنة وهنزل عليهم بمعلقتين زيت، وأول ما يسيحوا معانا كده معايا دلوقتي كوبايتين رز مصري غسلاهم ومصفياهم خالص، هنزل بيهم في قلب السمنة بالزيت، ونبتدي بقى نشوح كويس جدا لحد ما الرز يتحمر معانا، هياخد لون أصفر ذهبي كده، وده بيفرق جدا في الطعم، هيديكي طعم مفلفل كده وشكله جميل وفي منتهى الروعة. شوحي كده بالطريقة دي، ودي خطوة مهمة جدا عشان يطلع معاكي الطاجن مفلفل وجميل. شايفين يا جماعة كل ما هتقلبي هيبتدي ياخد معاكي لون. وصفة سهلة وجميلة وهتعمليها على طول، جاية من الشغل مستعجلة هتعمليها مش هتاخد منك وقت خالص، بمنتهى الجمال والروعة، وسهلة كده وتعمليها لأولادك تقدميها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ابتدى هياخد معانا لون ازاي الذهبي الخطير بالطريقة دي. انا دلوقتي طبعا بعد ما حمرته لو في اي زيت زياده سمنه زياده هتصفيه، وبعد كده بقى هوريكم الخطوه اللي بعد كده. معايا دلوقتي طاسه هنزل برده بمعلقه سمنه كده، يا حبذا لو سمنه بلدي، ومعايا دلوقتي بصله مقطعها مكعبات صغيره خالص بالطريقه دي. نبتدي بقى نشوح فيها لحد ما لونها يفتح معانا وتاخد لون اصفر ذهبي بسيط كده. الخطوات دي يا جماعه امشوا عليها بتفرق جدا في طعم الطاجن، وهتطلعي طاجن في منتهى الروعه. نشوح كده لحد البصله ما تاخد لون، خفيفه وجميله وفي منتهى الجمال. شايفين شكلها بيتغير معانا ازاي؟ تقدري بقى الطاجن ده تعمليه بالفراخ، تقدري تعمليه بالكبده، تقدري تعمليه بالسجق، تقدري تعمليه بلحمه مفرومه، اي حاجه عندك تقدري تعمليه بيه طاجن في الفرن على طول، ما بياخدش منك وقت ومليان قيمه غذائيه. ودي اكلات كده اخر الشهر سهله وخطيره وتعمليها في منتهى الجمال وتقدميها لاولادك مغذيه جدا. شايفين شكل البصليه اصفر معانا ازاي؟ دلوقتي بقى هنركن البصله كده على جنب كلها بالطريقه دي، ونبتدي دلوقتي مع بعض بعد ما لميناها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ معايا دلوقتي نص كيلو كبد فراخ، غسلته كويس جدا ونقعته في ميه وملح وليمون، وبعد كده صفيته وقطعته. شايفين شكله عامل ازاي؟ نبتدي بقى نشوح بالراحه لحد ما الكبده تاخد معانا لون. قلبي كده بالطريقه دي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ لازم يا جماعه بعد ما تغسليها وتقطعيها تحطيها في مصفى تصفي اي دم فيها. احنا عارفين اي نوع كبده كلها دم، فلازم تحطيها في مصفى تصفي كل اللي فيها وتعصري عليها عصرة ليمون تبقى جميلة. وشايفين شكلها عامل ازاي؟ تطلع معاكي بالطريقة دي وشكلها فاتح وجميل. نبتدي بقى نخلط البصلة مع الكبدة. شايفين شكلها عامل ازاي يا جماعة؟ خطيرة. يلا بينا دلوقتي هننزل بالتوابل. معانا نص معلقة ملح صغيرة، ونص معلقة فلفل صغيرة، ومعانا معلقة كزبرة ناشفة، ومعايا دلوقتي نص معلقة قرفة، ومعانا رشة حبهان، ومعانا دلوقتي نص معلقة مرق الدجاج، ومعانا دلوقتي رشة جوز الطيب، ودي اختياري بتفرق في الطعم جدا. ونبتدي دلوقتي نشوح بقى الكبدة تشرب من التوابل دي. شايفين شكلها عامل ازاي يا جماعة؟ في منتهى الجمال، سهلة وخطيرة وطعمها خرافة، هتشكريني عليها. بعد ما شوحنا كده الكبدة مع البصلة بالتوابل الخطيرة الجميلة دي، هننزل دلوقتي مع بعض بإيه؟ بالرز اللي احنا مشوحينه ومحمرينه بالطريقة دي. شايفين؟ هننزل بيه دلوقتي، وهنبتدي دلوقتي مع بعض نقلب كل المكونات دي. جميلة وخطيرة وريحتها يا جماعة جايبة آخر الشارع وفي منتهى الروعة. قلبي بقى كده بالطريقة دي، دخلي كل المكونات مع بعض. ومعايا دلوقتي كوبايتين مية مغلية هنزل بيهم، طالما حطينا كوبايتين رز قصادهم كوبايتين مية، ونقلب بقى بالطريقة دي. جميلة يا جماعة وفعلا خطيرة. قلبي بقى كده اهوت، وسيبيها بقى لما تغلي غلوتين، وابدأي هدي النار عليها. بس دلوقتي لازم نعمل خطوة مهمة، ان احنا لازم نغطيها ونسيبها بقى لما تستوي معانا. هتقعد 10 دقايق بالظبط. في الاول كده هتسيبها لحد ما تغلى النار عالية، وبعد كده هتهدي النار عليها ونشوف الجمال والعظمة ده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ دلوقتي بقى الخطوة اللي احنا عملناها دي، المكونات دي كلها تقدري تحشي بيها حمام، تقدري تحشي بيها فراخ بشامورت صغيرة، هتديكي طعم في منتهى الجمال. اي حشوة تقدري تعمليها بدي. معانا دلوقتي كوباية الا ربع لبن،
هننزل بيها كده عشان نزود القيمه الغذائيه والجمال ده كله. شايفين؟ قلبي بقى كده تقليبه بالراحه، خلي بالك من الكبده، واحده واحده كده بس عشان الكبده. شايفين يا جماعه؟ خرافه وجميله. ومعايا دلوقتي نص كوبايه كريمه طبخ هننزل بيها كده، انا عاملاها في البيت، تقدري تشتريها جاهزه، سهله جدا. لو عايزين الطريقه قولي لي انزلها لكم. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وطعمها يا جماعه في منتهى الروعه. قلبي كده، اسقيها من كل الاطعمه اللي احنا منزلينها دي، تشرب كده من اللبن، تشرب من الكريمه الخطيره دي، جميله وخطيره. كل ده بقى هندخله الفرن، هيشرب بقى كله من بعضه، وهيطلع معانا الرز مفلفل جدا يا جماعه. معانا طاجن، وهنبتدي دلوقتي ننزل بالجمال والعظمه اللي احنا عاملينها دي. والله تتاكل كده. طبعا احنا مسويين الرز 3/4 سوا، مش مستوي سوا كامل. هنبتدي ننزل في الطاجن كده، وعلى الوش بقى حته قشطه كده بلدي، وش اللبن او علبه قشطه انت شارياها، وتبداي توزعي كده على الوش. وشوفي الجمال والعظمه ده يا جماعه، هيطلع معاكي في منتهى الروعه، مليان قيمه غذائيه وحاجه في منتهى الجمال. تقدري تعمليها وجبه رئيسيه مفيش اي مشكله، تقدري تحطي فيها قطع بانيه كده، قطع فراخ، زي ما انت عاوزه، هتطلعيه في منتهى الروعه. بعد ما وزعنا القشطه كده، الاول هنوزع القشطه كده على وش الطاجن، هيدينا قرمشه ولون خطير في منتهى الجمال. الفرن مشغلينه على درجه حراره 180، هيقعد معانا بالظبط نص ساعه في الفرن. وبعد كده بقى شوفي الطعم والريحه والجمال اللي انت هتشوفيه، وفي حاجه في منتهى الجمال. ريحته جايبه لاخر الشارع يا جماعه. جربوه وقولوا لي ايه رايكم فيه. هدخله الفرن وما يستوي هرجع لكم تاني نشوف الجمال والعظمه دي مع بعض. وده الطاجن بعد ما سيبناه نص ساعة وشغلنا عليه الشواية كده 5 دقايق، لحد ما خد اللون الجميل والخطير دوت. طعمه وريحته في منتهى الروعة. وبكده نكون عملنا الرز المعمر بكبدة الفراخ. جربوه بنفس الطريقة دي، ومستنية تقولوا لي رأيكم، هل دي أحلى وصفة جربتوها ولا لأ؟ ولو عجبكم طاجن الرز المعمر الفلاحي بتاع النهاردة، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم، عشان توصل لكم كل وصفات الأكل المصري الجديد اللي هنعملها سوا. أشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامة.